محمد، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك. طيب، والكليني هكذا. ثم ذكر بعد هذا أن القول بالتحريف اعتقاد كبار مشايخ الإمامية، أما اعتقاد مشايخنا فالظاهر من فقه الإسلام محمد بن يعقوب الكليني كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه كان روى آيات في هذا الروايات في هذا المعنى في كتابه الكافي، ولم يتعرض لقدح فيها، لم يفتح، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه فيه، وكذلك أستاذه القمي، وكذلك الشيخ الطبرسي. وأما الطبرسي يقول بالتحريف أيضا، هذا نفسه لا أريد أذكره. والباقر المجلسي نفس الشيء في كتابه مرآة العقول المجلسي، صفحة 525. المفيد كما ذكرنا من قبل سمعنا يقول في كتاب أوائل المقالات صفحة 48-49: اتفقت الإمامية على وجوب رجت كثير من الأموات إلى الدنيا، وبدأوا إلى أن يقول: واتفقوا أن أئمة الضلال يا أبو بكر وعمر وعثمان خالفوا في كثير من تعريف القرآن، وعدلوا فيها الموجب التنزيل وسنة النبي، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه، أي أن الأمة كلها بخلافه، وأن الأخبار قد جاء مستفيدة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمين فيه من الحذف والنقصان. وهذا قول أئمته. وهكذا يقول أبو الحسن الآمري في كتابه مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: إن هذا القرآن الذي صفحة 36: إن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ ما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه علي عليه السلام، معنى علي لم يدري ذلك، وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن، وهكذا إلى أن وصل إلى القائم عليه السلام، وهو اليوم عنده الفصل، يعني في السرداب. طيب، وهكذا الكليني، أئمتهم العياشي، النعماني، صلاح بن إبراهيم، وأكثر محدثين المتأخرين كلهم يقولون بتحريف القرآن علنا. لماذا قالوا وهكذا عدنان البحراني، يوسف البحراني. ولا يوجد بين المسلمين من ألف في تحريف القرآن إلا الشيعة. ألفوا كتابا مستقلا اسمه فصل الخطاب في كتاب تحريف رب الأرباب، وحتى أوردوا آيات، وهو نوري تبرسي والمتوفى في القرن الرابع عشر 1320، أوردوا آيات التي حرفت على زعمهم. إذن هم يقولون أن إجماعنا صدر في تحريف القرآن.